السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير. سامحوني بقى الايام اللي فاتت انا غبت عنكم، بس حصلت تطورات كتير، فالحمد لله على اللي يجيبه ربنا. احب اعرفكم انا فين. انا خدت شقة يا جماعة ايجار جديد، فحبيت افرجها لكم لان الايام اللي فاتت انا انشغلت. ده ادم ابني انشغلت طبعا عنكم، لان والله كنت بدور على شقة والحمد لله ربنا رزقني. بصوا دي هنا دي كده، بصوا دي هنا حاجات مطرح ما كان الراجل بيوضب الشقة يعني، فدي لسه هنخرجها بره. ده هنا كده باب الشقة. تمام، اول ما بقف انا كده عند باب الشقة هنا دي كده الصالة. تمام، دي كده الصالة مساحتها حلوة على فكرة، مش صغننة ولا حاجة. في الوش كده هنا في أوضة. بصوا هما أوضتين هنا كده في الوش، بس دي أول أوضة. الأوضة دي بصوا مساحتها بسم الله ما شاء الله، يعني مساحتها حلوة كبيرة مش صغيرة، يعني تاخد أوضة أطفال وهي مرتاحة قوي. وهنا طبعا دي البلكونة. ثواني، دي هنا البلكونة. بصوا يا جماعة، هي الحمد لله أنا مش مجروحة خالص. دي هنا البلكونة فيها فتحة صغننة كده للشباك اللي في الأوضة التانية. البلكونة بصوا مساحتها كبيرة ما شاء الله عليها. بصوا ده هنا كده الشارع. بصوا أحلى حاجة انتوا بتبصوا من البلكونة تلاقوا هنا شجر ما شاء الله، وهنا تحت البيت الشارع هادي والشارع جميل ما شاء الله عليه. ودي كده دي كده كنيسة بس على أول الشارع يعني. وهنا اهو الشباك بتاع الأوضة والتانية. تمام، دي كده أول أوضة. هنا بقى كده طبعا أنا هنا طلعت على الصالة زي ما قلت لكم. هنا بقى الأوضة التانية. الأوضة التانية برضو مساحتها كبيرة، مساحتها برضو حلوة واسعة ما شاء الله عليها. تمام، هنا ده الشباك اللي انا قلت لكم، وفي الفتحة الصغننة اللي هي بتاعت البلكونة. بصوا هنا الشباك بسم الله ما شاء الله، هنا حلو. هنا بقى في شباك تاني في الجنب كده، في جنب الأوضة. الشباك ده احنا لسه طبعا هنغسله ثواني لان فيه تراب، لسه هنغسل الشباك ده في الجنب. بصوا هنا بتبصوا بتلاقي شجر هنا، ودي البلكونه بتاعت اوضه النوم. بصوا هو الشباك طبعا مبهدل في لزق كده، احنا طبعا هنشيل ده كله وهنصبن الشباك ده. هو بصراحه دهن كل الشبابيك ودهن الحيطان كل حاجه، بس الشباك ده تقريبا عشان قلموتين فمتبهدل فمحدش جه ناحيته يعني، انما لو خشب لا كان اكيد دهنه مع الدهان. ودي هنا بقى الاوضه دي برضو تشيل اوضه انتريه جميله جدا مرتاحه، يعني الاوض مساحتها كبيره مش صغيره، يعني هنا تشيل اوضه انتريه حلوه. هي باينه في الفيديو صغيره بس لا والله المساحه كبيره. وهنا طبعا دي الاوضه التانية اللي قلت لكم اللي فيها البلكونه. هاجي مثلا هنا كده اهو، ده كده باب الشقه. وهنا طبعا الصاله دي كلها. هنا كده في طرقه، هي الطرقه مساحتها كبيره يعني عريضه ما شاء الله، مش طرقه من الصغننين يعني ولا حاجه. هنا دي فتحه باب اوضه النوم. بصوا يا جماعه هنا دي عشان انا كنت لسه همسح يعني، فقلت لا قبل ما امسح الشقه اصور لكم الاول واوريكم. هنا دي البلكونه الصغيره اللي انا وريتها لكم من الشباك اللي هو القلموتين. طبعا لسه هنا في حاجات دي كلها هتتشال وهتتمسح. بس ارجع لكم كده عشان تشوفوا البلكونه كويس. البلكونه حلوه بصراحه. بصوا كده هنا بقى بنبص. بصوا احلى حاجه في المكان هنا ان انا يعني اصحى على صوت العصافير وعلى الشجر ما شاء الله عليه، الشجر حلو قوي. تمام، هنرجع كده بظهرنا. بصوا هنا الاوضه مساحتها كبيره جدا يا جماعه خالص. ماشي هنفضل بقى نمشي. وهنا دي فتحه الباب، وهنا ده شباك. هو ما شاء الله ده هنا الشبابيك والحاجه كويسه. ثواني هنا ده شباك يا جماعه، ده بيودي تقريبا دي حاره
هو ده طبعا منور بس مفتوح على حارة. ده بيت جنبنا، ده مش تبع العمارة، ده بيت جنبنا. وهنا ده بيت في الوش، وهنا ده بيت برضو ماشي. الأوضة ما شاء الله مساحتها كبيرة، فيها شباك طبعا زي ما قلت لكم، ده المفروض على منور يعني، بس هو مفتوح على شارع ورا. وهنا دي طبعا بقية الأوضة، دي بلكونة. فالحمد لله على كل حال. في حاجات بتيجي كده يا جماعة تضطركم ان انتوا تغيروا وضع عيشتكم، بس الحمد لله على كل حال. بس هنا الاوضتين اللي وريتهولكم بالصالة. وهنا طبعا دي الطرقة الكبيرة. انا في الطرقة دي هحط التلاجة لان هوريكم المطبخ مش كبير قوي يعني. بصوا هنا المطبخ، شايفين يا جماعة؟ هو طبعا مبهدل، بس انا لسه طبعا هجيب حاجات مزيلة للدهون. شايفين؟ وهنا راكبه غاز طبيعي. هو طبعا دهن فوق، بس طبعا السيراميك ما تنضفش لان الناس اكيد اللي كانوا فيها ومشوا ما نضفوهاش قبل ما يمشوا. فانا هجيب حاجات تسيح الدهون دي وتنضفها. ده شباك هنا، الشباك ده بتاع المطبخ، هو بيدينا ظهر عمارة كده ماشي فيها الحاجة. وده سلك، وده مكان للشفاط. وهنا ده مكان للغاز. هنا ده مكان للسخان لو جبت سخان يعني. ودي المدخنة بتاعته. وطبعا الحوض متبهدل لان اكيد الصناعية اللي جم بيضوا الشقة فطبعا بهدلوها. بس ده كله طبعا هصوره لكم تاني لما الشقة بقى تتنضف، ونجيب العفش ان شاء الله يا رب، ونفرشها كده ونشوف. دي رخامة، هو تقريبا اللي كان فيها الاول عاملها كده يعني ان هو يحط عليها حاجات. وبصوا طبعا الحاجات دي كلها طبعا ده هتتشال، وده كله هصوره لكم تاني لما هيترش ويتصبن ويتنضف ونعمل فيه الروتونات بقى. هتلاقوا طبعا بقى ايه، بصوا هو من فوق داهن بصراحه منضف، بس السيراميك هو اللي مش متنضف طبعا، ده انا اللي هنضفه. هنا بقى طبعا الحمام. بصوا هو الحمام متبهدل ميه لان كنا لسه بنشوف الميه. بصوا الحاجات دي كلها طبعا اكيد مكان البياض ما كانوا بيبيضوا، لان صاحبها مش موجود هنا، هو ساب الصناعيه هي اللي تشتغل. هو بيض هنا تمام في الحمام، بس ساب السيراميك. طبعا السيراميك ده هو اللي هيتنضف. وهنا ده الدش. هنا مكان طبعا الارضيات دي اكيد بقول لكم هجيب حاجات وهنضفها وهظبطها. وقعدة الحمام برضو هجيب لها حاجات تنضفها. دي مواسير، دي طبعا انتوا عارفين في ناس كانت زمان بتعمل كده، بتعمل مواسير دي من بره. وهنا ده مكان الغسالة وادي الصرف بتاعها. وهنا ده شباك برضو زي شباك المطبخ، ده شباك الحمام بيدينا برضو على ظهر العمارة اللي انا بقول لكم عليها ماشي. هنا كده. ودي شقة، دي اخر دور. بس طبعا انا هبقى على طول قافله الشباك، مش هبقى فاتحاه يعني، وعشان لسه مبيض البياض جديد. فبصوا هبقى قافله الشباك بس. هو بصوا منور الشقه. انا الشقه لسه يعني ما شغلتش المفاتيح بتاعه الكهرباء بتاعتها، انا ده كله بصور لكم. والمفاتيح بتاعه الكهرباء لسه ما هي اللمض شغاله والكهرباء شغاله، بس ايه منزلين طبعا المفاتيح اللي عند العداد على اساس ان ايه لسه لما نصبنها بقى ونروقها. واكيد لو مثلا بالليل اكيد طبعا الدنيا هتضلم، فبالتالي هرفع المفاتيح واشغل الكهرباء. فبصوا انا عايزه بس افرجكم على الشقه الاول قبل ما اعمل فيها اي حاجه خالص، عشان لما افرشها وانضف الارضيات ونعمل الروتينات بقى فيها. وادعوا لي ربنا يوفقني في حياتي الجديده وفي شقتي الجديده، ويبعد عني اي ناس وحشه. وانا هبقى احكي لكم بالتفاصيل في الفيديو اللي جاي. انا قفلت شقتي ليه؟ هو انا مش قفلتها خالص، انا برضو هروح وهاجي، لاني انا لسه معايا ابني رايح تالتة اعدادي، فمش هنقوله لان طبعا هو مش هيروح مدرسه الا على الامتحانات بس. وابني برضو في ثانويه عامه ما بيروحش المدرسه غير على الامتحانات بس. هو ادم ابني اللي رايح سنه رابعه، اللي انا رحت النهارده في مدرسه شفتها يعني، وقال لي قدمي بكره على النت.
فربنا يوفقنا. فانا عايزاكم تبقوا معايا على طول في كل حاجه، وتدعوا لي ربنا يوفقني وربنا يبعد عني اي حد وحش، ويا رب يسترها معايا ومع كل الناس، ويرزق كل الناس، ويبعد عن كل الناس اي عين وحشه، ويبعد عن. بس بصراحه هي شقتي حلوه، ما انكرش وكل حاجه، بس المنطقه شعبيه شويه ومنطقه مش حلوه بصراحه. بس انا حبيت اوريكم الشقه الجديده. هي طبعا يعني بصوا هتتغير شكلها لما هتتمسح بقى ويتفرش السجاد، ونحط الانتريه ونحط اوضه الاطفال ونفرش طبعا ماشي. فده ادم ابني عامل نفسه مكسوف. فانا فرحانه فرحانه فرحانه. طبعا انا مش هبقى سايبه الشبابيك دي كده، اقفل يا ادم الشباك هنا. فانا مش هبقى سايبه كده، لاني بصوا انا عندي قدامي عمال، فممكن هبقى مجروحه. تمام. انا طبعا هركب ستاير، بس يعني ايه، ان انا عشان لو حبيت ان انا مثلا ادخل هواء، انا ممكن ابقى عامله كده. يعني بصوا كده، انا كده مش هبقى مجروحه خالص خالص خالص. هيدخل لي شمس ويدخل لي نور ويدخل لي هواء، ومن غير ما حد يبقى كشفني. تمام. هو هنا اللي اكيد هركب ستاره طبعا، عشان اولا انا مش هفتح هنا ان انا ابص على جنب الشارع يعني ماشي. وفي نفس الوقت برضو انا هصبن ده كله، هجيب له مسحوق يشيل ده كله، يسيح الدهون اللي فيه ده كله ويظبطه. بس برضو ايه، عشان الشكل العام يبقى حلو كده، لان انا هحط هنا الانتريه. تمام. هبقى حاطه هنا الانتريه، فانا هعلق الستاره هنا وهعلق الستاره هنا، وهنفرش بقى السجاد بالترابيزات بتاعه الانتريه، عشان دي لو في ضيوف جات لجوزي لما يجي من السفر ان شاء الله يا رب العالمين. ودي هنا كده هنشوف بصراحه هنعمل ايه. يعني دي ممكن انا بقول ان انا هفرش سجاد وهحط شلت واحط ترابيزه فيها التلفزيون، ويبقى اكلنا وشربنا هنا بقى، وقريبه من البلكونه. وطبعا البلكونه انا هجيب لها ستاره عشان ابقى رمياها من بره، ما برضو عشان ما حدش يعني يجرحني ولا اي حاجه. بصوا الحمد لله انا لقيت راكب فيها مواسير، يعني يا دوب انا هجيب الستاره بس. فعايزاكم تقولوا لي في التعليقات وتدعوا لي بالله عليكم، يعني دعوة 40 غريب مستجابة ان شاء الله. لعل وعسى يكون حد فيكم قريب من ربنا، فربنا يستجاب لدعاء ليا في ظهر الغيب. وادعوا لي ان ربنا يوفقني، وادعوا لي ربنا يحافظ لي على اولادي ويهدهم لي ويصلح لهم حالهم، وان شاء الله خير. احنا دي في الشقه الجديده بقى هنعمل روتينات وهنوضبها وهنفرشها وهنعمل فيها اكل كل يوم، وهنزل المنطقه هنا كتير يعني، لان هقدم للمدرسه بقى، وهعرف السوق فين وهعرف الحتت دي كلها فين، وكل ده انا هصوره معاكم. هخليكم معايا في كل مكان انا هروحه. تمام. حتى لما اخرج انا واولادي، لان ان شاء الله ان شاء الله هو هنا المكان كويس قوي، في اماكن يعني قريبه جدا لبره، فيها اماكن حلوه ان احنا نقعد فيها ونغير جو فيها، و5 دقايق طبعا هنبقى في بيتنا عكس الشقه الاولانيه. فالحمد لله على كل حال، ومستنيه دعواتكم. ولو فضلتي لغايه هنا وما اشتركتيش في القناه، بترجاكي تشتركي في القناه، لان هو ده دعمكم ليا، ان انتوا تساعدوني ان انا اكبر القناه بتاعتي، لان ده باب رزق انا فاتحاه، مش فاتحاه والله ان انا رفاهيه ولا حاجه، لا ده باب رزق انا بدعي ربنا ان يوفقني. وحاجاتي اديكم شايفين يعني روتينات. انا اول ما بدات القناه بداتها ان المطبخ يتحرق والحاجات دي، بس لا ان شاء الله والله بعد كده لا، كل اللي جاي خير، انا متفائله خير، هنبقى فرح وهتستفادي مني بحاجات كتير. وهقول لك برضو على مشاكل حصلت هتتجنبي المشاكل دي ازاي وتحليها ازاي بعقل. ويا رب ما تنسيش بس تدوسي لي لايك، ولو ما اشتركتيش في القناه تشتركي في القناه، خدي جوله كده في القناه بتاعتي، يا رب تعجبك، واكتبي لي تعليق حلو ودعوه حلوه، ولكم بالمثل ان شاء الله يا رب العالمين. واقدر اقول لكم اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.